السويس وعلاقتها بمنطقة القربة في مصر الجديدة علاقة من زمان فوق 50 سنة. كان في ترمبة بنزين جنب كشري هند وقهوة السويسة. اللي كان محتار يروح السويس أو يسافر السويس ازاي ومفيش مواصلات، فاتوا القطر وفاتوا الأتوبيس يروح عند عم حسين يركب من هناك قبل البيجو. ما هو دلوقتي بقت المواصلة بين السويس والقربة هي العربية البيجو. أول ما السوايسة بينزلوا القربة لازم يقعدوا على القهوة، اللي عايز يشيش يشيش واللي مواعد زميله أو صاحبه أو صديقه، وبعد كده ياخدوا جولتهم في مصر الجديدة، اللي رايح يكشف عن دكتور ولا اللي رايح يشتري ويتسوق. بس قبل ما يروح يفوت على فرن فينوس علشان يجيب منها شوية نواشف. وطبعا الغدا او العشاء يبقى عند هند وهو جنب الموقف، يجيب كام علبة وهو مروح لعياله كشري وحلويات، يركب البيجو ويسمد الله ويمسكوا الطريق، بس يتسلى وهو في العربية شوية نواشف من بتوع فينوس. السوايسة ليهم ذكريات في القربة، كل السوايسة تقريبا ليهم ذكريات في القربة وموقف القربة. وبالسلامة للي مسافر، ربنا يبلغ الجميع السلامة، وربنا يحفظ بلادنا ويحفظها من كل سوء ومن كل شر. ودي حكاية السويس مع القربة.